السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم راح ندير لكم وصفة كراميل، يعني صراحة هايلة بمكونين فقط وبدون نشاء ولا شوكولا ولا كريمة ولا حليب باودر، فقط بكاس سكر. والمكون الثاني هو الحليب راح ندي منه كاس إلا ربع ملعقة زبدة ورشة ملح وملعقة صغيرة من الفانيلا. هيا نبداو معايا طريقة التحضير. اول حاجة نديروها لازم نجيبو طنجرة ولا كاسرول ولا مقلة تكون ثقيلة ما تلصقش. اهم شي راني نهضر ونعاود نقولكم ما تلصقش. انا جبت هذه المرميطة هذه ما تلصقش، السمك تاعها خشين، راني ضامنه بلي السكر تاعي ماهوش راح يتلصق لي. راني نثبت ونعاود نقولكم لازم تكون ما تلصقش. نجيبو اذا السكر تاعنا ونحطوه، نوزعوا السكر على السطح كامل كما راكم تشوفوا، كما هكا نوزعوه ونروحوا نديوه النار تكون متوسطه، تكونش ضعيفه بزاف حتى راح يطول معنا، وما تكونش عاليه خاطرش راح يتحرق. هيا نروحوا شوفوا النار هنا درت انا في الكانون الصغير ومن بعد بدلت وليت درت في الكانون الكبير، خاطر ولا غير يذوب معايا في المنتصف واللي كوتي بقى هكاك. اذا راح نبدل النار ونكمل معاكم. هنايا راه يذوب، نحركو بشوي 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 حتى يذوب كامل. هنا بدلت النار، يذوب. راني خليت لكم كلش على عينيكم، ما بغيتش نقص بزاف باش تشوفوا بعينيكم. من جهه واحده اخرى هنايا جبت الكاس تاعي اللي نفسه درت فيه السكر، راح نكي الكاس الا ربع تاع الحليب هكا باش ما يجينا قوام تاعو مليح، ما يجيناش مايه بزاف. نجيبو الكاسرول تاعنا نسخنوه مليح الى درجه الغليان حتى يولي يغلي، حتى الحليب تاعنا يفيض كيما راكم تشوفوا. بعد ما غلى الحليب وهنا راكم تشوفوا فيه السكر تاعي راه ذاب تقريبا ذاب. هنا نخلطو نورمال وتشوفوا باللي الكولار تاعو تبدل، اللون يعطي لي يولي كهرماني هكا. لازم نحسوا بهذاك النكهه تاع الكراميل تاع الحريق تاع السكر، ما نخليوش انه يولي شغل شاربات، لا لازم يعطينا هذاك اللون الشباب هذا. ما تخافوش راهو ماهوش محروق، راه مليح، هذا اللون كهرماني راه هايل. هنا نضيف قطعه تاع الزبده ونبقى نخلط راكم تشوفوها، ما دار لي لا تكتلات لا والو، نبقى غير نخلط حتى تذوب هذيك الزبده جيدا. نبقى نخلط ما نخليهش خلاص يرتاح، لانه لو كان تخليوه راح يتلصق معكم. نبقى غير نخلط. انا ما حذفتش معكم باش نوريلكم بالتفصيل كما نقولوا بلي ديتاي كامل. نبقى نخلط. بعد ما تذوب هذيك الزبده راح نضيف رشه ملح، وملعقه صغيره لافاني. هنا راح يعزز لنا الذوق جدا، والملح ثاني راح يعدلنا الذوق تاعو، يعني هايل. جربوا الفانيلا، واذا عندكم فانيلا سائله راح يكون احسن واحسن. هنا بعد الحليب تاعي راهو فايض راهو غلا، نضيفه بالتدريج بالشويه ونخلط. التحريك المستمر، ما لازمش نحبس التحريك، هكا نبقى غير نخلط ونضيف بالشوي مع التحريك المستمر. راكم تشوفوا ما دار لي ولا تكتلات ولا شيء. الوصفه هذه راهي ناجحه 100%. خبوها في عينيكم وجربوها وردوا لي بالخبر، وان شاء الله تعجبكم. نبقى غير نخلط. راني تعمدت اني ما نحذفش المقاطع، بالعكس سرعتها فقط نوريلكم كلش. راني باقيه غير نخلط. هنا نتوما كيما تحبوا الكراميل تاعكم، اذا تحبوه مايه ولا تحبوه مكثف. هنا على حساب واش تحبوا نتوما، اذا تخليوه يزيد يغلي ولا تكتفي وتحبسوا هنا.
انا راني باغيه القوام تاعو يكون ثقيل شويه، خليته يزيد حتى يولي يغلي، ومن بعد نطفي عليه حتى يولي يتكتل، ها يدير هذه الغليان هذا. راكم تشوفوا في القوام تاعو راه هايل، راه ماهوش محروق، لونه راه بزاف شباب. هذه الكميه دارت لي كيما نقولوا حنا تقريبا بلاره معمره، ناقص منها شوي. نتوما اذا تحبوا زيدوا ضاعفوا المقادير، زيدوا 2 كيسان سكر، ديروا حليب، كل كاس يقابلوا، كل كاس سكر يقابلوا نص كاس الا ربع تاع حليب هكا، باش ما يجيش القوام يجي هايل، ما يجيش القوام تاعو مايه بزاف. راكم تشوفوا في هذا القوام هايل. هنايا واش راح ندير له هنايا؟ هذا هو السر اللي حنقوله لكم، هايل، هو البراميكسور. حنا نضربه بالبراميكسور، نخليه ماشي يبرد، لا تتنحلوا هذيك الدرجه تاع السخانه بزاف، ونجيب الخلاط الكهرباء تاعي ونبدا نخلط. راكم تشوفوا انا راني نخلط واللون راه يتبدل، انا نخلط واللون راه يتبدل هكا. انا ما ساعدنيش هذا الصحن، راح نبدل نجيب بول ندير فيه افضل، هكذا افضل باه الخدمه تاعي تكون بيان، تكون متحوفه. هنا نبقى نخلط حتى القوام اللون تاعو يتبدل، القوام تاعو ثاني يتبدل. هو اصلا قوام وراه مليح، نخليه فقط يبرد ويولي هايل. راكم تشوفوا في اللمعه وفي اللون راه هايل روعه. ما نخلط، نبقى غير نخلط. هنا راني سرعت لكم المقطع وراكم تشوفوا فيه باللي بدا يتماسك. سر اللمعة وسر التماسك والطراوة تاعو كامل هو في التخلاط في البراميكسور. راكم تشوفوا مدرنا فيه والو، غير 2 مكونات وملعقة زبدة، رشة فانيلا ورشة ملح. هذا ما كان. تقدري ديري به حالة، ديري به الحشوات تاع لي كيك تاعك، تلصقي به اللي صابلي، تخدمي به اي حاجة، اي حاجة نقولك تخدمي به عادي جدا. هذا ليك راكي تشوفي في قوام هايل. حنقولكم باللي ذوقه راه ذوق الكابريس هايل. جبت بلاره هنايا ونحطه ونخليه حتى يتماسك ويبرد معايا. نقدر نخبيه حتى لمدة أسبوع في الثلاجة، ما يصرالو والو، أسبوع في الثلاجة. فرغته هنا كيما راكم تشوفوا، القوام تاعو هايل، راه يحكي وحده. بعد ما نفرغه في البلاره هكا نغلق عليه ونخليه في درجه حراره الغرفه، ولا نحطه في فريجيدار، نحطه في فريجيدار حتى يتماسك مليح. هنايا بعد ما فاتت نص ساعه 30 دقيقه هكاك، هنا مش ما خليتوش بزاف. نشوف القوام تاعو راه بدا يجمد، بصح مازال ما جمدش مليح. هاكم تشوفوا راه يدير في الخيوط هذوك باللي راه ناجح 100%، تخافوش كامل منه. هكا وزدت رديته ثاني، قفلته وزدت رديته الثلاجة مدة 2 ساعات. هنا راح نوري لكم بعد مرور 2 ساعات هنايا راح تماسك جيدا. ما كانش فرق بينه وبين اللي نشريوه بالغلا، غالي. تقدري ديريه سورتو اصحاب المشاريع، تقدروا ديروه يديلكم كميه كبيره. هذا الكراميل هايل، فيه ذوق الكابريس، والله فيه ذوق الكابريس. هنايا ما بقى غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه هايل. وتجربوها وتنال اعجابكم وتنجحوا فيها طبعا بالتاكيد. جربوها على ضمانتي. ما بقى غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش ثاني تبعوني، راني راح ندير لكم بزاف وصفات بهذا الكراميل ان شاء الله. هو في الثلاجة. ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلوكم هذه الوصفات. راني غير نوريو ومعني غير نقول لكم بزاف هايل. الى اللقاء بسلامه. هنا شاركت معكم شويه
راني غير نوري ونعاود خاطر إلى بزاف فيديوهات هاي قادمة إن شاء الله. بزاف هاي. منساوش لايك، راكم تشوفوا بلا ما نحكي. بارطاج وتعليق شباب. ما عليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. اتمنى انكم دمتم في رعاية الله. تعلقوا لي تعليقات، إلى اللقاء. تقولوا لي واش رايكم في هذه الوصفه الرائعه، انا بزاف عجبتني حقيقه. هيا بالسلامه، الى الملتقى ان شاء الله، الى اللقاء.